لكن اللي حصل على ارض الملعب من رودري وفابيان رويز وداني اولمو كان شيء فوق الخيال. هم اكلوا نص ملعب فرنسا، اكلوا تشاوميني واكلوا رابيوت، وفعلا قدروا ان هم يعزلوهم عزل تام عن خط الدفاع وعن خط الهجوم. وناي سيمون من كتر ما هو كان زهقان قال لك لا بقى ما بدهاش، طلع في الدقيقه 84 لاعب كره بدماغه خلاها تنزل على رجل الدوي بالظبط، ولكن دوي تفنن في ان هو يضيعها. لو كنت جيت قلت لك قبل الماتش ده ان بدري هيقعد دكه وان نص ملعب اسبانيا هيبقى مكون من رودري وفابيان رويز وداني اولمو، واسبانيا بخط النص ده هتعمل اعظم ماتش تقريبا في تاريخ ديلافوينتي او في تاريخ اسبانيا الحديث، على خط نص مكون من تشاوميني ورابيوت واوليسيه، اللي هو بالمناسبه نقطة الضعف الوحيدة، مش اوليسيه، نص الملعب عموما نقطة الضعف الوحيدة اللي في فرنسا، واللي دي لافوينتي قدر ان هو يستغلها. استغلها ازاي؟ استغلها بان هو قدر ان هو يعزل تشاوميني ورابيوت عن بقية الفرقة، عزلهم عن خط الدفاع وعزلهم عن خط الهجوم، فبقوا حرفيا ملهمش اي 30 لازمة، لا عارفين يدافعوا مع صليبة ومع اوباميكانو، ولا عارفين يوصلوا الكورة لخط الهجوم، ولا عارفين يوصلوها لاوليسيه حتى علشان خاطر يبداوا يعملوا هجمه. 85 دقيقه مش عارفين يشوطوا كوره واحده على الجون. مستحيل حد كان يتخيل ده، مستحيل حد كان يتخيل ده. لو رحت سالت ابو لامين يامال نفسه هيقول لك لا طبعا ما فيش الكلام ده. يعني ايه 85 دقيقه؟ انا مش فرنسا مش هتشوط على اسبانيا جون. ماتش تاريخي لديلافوينتي، وبيثبت ان ديلافوينتي خلاص بقى هو عقده منتخب فرنسا وعقده ديدي ديشامب، ثالث مره على التوالي يكسبهم كوره واداء ونتيجه. اسبانيا بتوصل للنهائي بكل سهوله من وجهه نظري. ماتش النهارده هم خلونا نحس ان هو كان سهل، منتخب اسبانيا خلانا نحس ان الماتش كان سهل. هو الماتش طبعا ما كانش سهل، والماتش كان متحضر له حلو قوي 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 من ديلافوينتي. الراجل اتفرج على كل الماتشات تقريبا بتاعت فرنسا، وقدر يكتشف ان هم يعني اغلب قوتهم او يعني نقطه القوه اللي بيمتازوا بيها هي التحولات. هي التحولات، سرعه امبابي واوليسيه وديمبلي وباركولا، هم مرعبين في دي. فالراجل عمل ايه؟ في اغلب اوقات الماتش كان بيسيب لهم الكوره، وفي نفس الوقت تشاوميني ورابيوت معزولين عزل تام، مش قادرين ان هم يوصلوا الكوره لاي حد من رباعي الهجوم. فشابو شابو 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 لدي لافوينتي. وبصراحه انا ما كنتش متوقع ده، واي حد كان بيسالني كنت بقول له فرنسا ممكن تكسب 3-4 من اللي انا شفته الماتشات التانية لاسبانيا والفرنسا. اتمنى نهائي اوروبي، نهائي اوروبي خالص بدون اي فرق من امريكا الجنوبيه. اتفرج بقى على ماتش كده كوره حلو وبدون اي انحياز. كان معاكم احمد خالد، وسلام.